مش عارفه اجيبها لكم ازاي. ده تقريبا كاكاو باللبن بشويه اضافات، مش هوت شوكليت خالص، بس برضو خليني اوريكم بعمله ازاي. كل كوبايه من اللبن بحط لها معلقتين صغيرين من الكاكاو او 3 حسب الكاكاو اللي عندكم، معلقه صغيره من السكر، ويا سلام لو كان عندكم اعواد فانيليا متعتقه في السكر، نص معلقه صغيره من الفانيليا، نص معلقه صغيره قهوه، والاحلى منها القرفه المطحونه خطيره مع الكاكاو. وعادي لو نسينا رشه الملح مش هيحصل حاجه، بيكون زي الفل برضه. هنقلبهم في بعض كويس. لو عايزين تضيفوا شوكولاته بضيف مكعب واحد بس لكل كوبايه لبن، وبصراحه انا بحبها من غير شوكولاته اكتر، ومعظم الوقت بعملها كاكاو فقط. شوكولاته بتخليها بالنسبه لي دسمه وتقيله، وانا ببقى عايزه اشرب حاجه سخنه وخفيفه في نفس الوقت. واخر حاجه بحطها نص معلقه صغيره من النشا متدوبه في ميه، وممكن احط النشا في الاول خالص مع كل المكونات، بس النشا ما بتحبش تقعد كتير على النار. خلوا بالكم بس ما تعلوش النار عشان قعر الحله بتاعنا ما يتحرقش. في دقيقتين بيكون بدا يغلي وكده خلاص جاهز. ودي كريمه المارشميلو اللي عملتها من اسبوع تقريبا. شوفوا الفيديو لو ما لحقتوش تشوفوه. حبيت اوريها لكم بعد ما عدى عليها اسبوع. سايباها بره على الكاونتر مش في التلاجة، لسه زي ما هي وقوامها مرن وبقدر اتحكم فيها بسهوله. زينوا المج باي شكل تحبوه، الشكل ده بيكون لذيذ علشان بتبقوا بتشربوا وبتاكلوا في نفس الوقت المارشميلو. وسالتوني كتير على الولاعه دي، انا جايباها من سوبر ماركت، بس هتلاقوها في محلات مستلزمات الحلواني ومستلزمات المطابخ وبس كده.